صباح النور المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي مزيان. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم الخوت. غادي نبارطاجي معكم واحد القصه اغرب من الخيال، وكنقول للبنات ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. فوالا الخوت، غادي نبداو القصه ديالنا ونتمنى تستمتعوا معنا في هذه الجوله هذه مع هذه القصه هذه. اسم ديالي امينه، ساكنه ومستقره في طنجه. هذه 8 شهور تقريبا تعرفت على واحد السيد في الفيسبوك، كيقول بانه هو من كندا. المهم تعرفنا عن طريق الفيسبوك، بقينا تنهضروا. في داك الاول كنا تنهضروا ما تنهضروش بزاف، يعني السلام بخير صافا. من بعد صافي ولينا تنهضروا بزاف. مؤخرا هاد الشهرين الاخرى ولينا تنهضروا بزاف. طلب لي النيميرو ديال الواتساب، صافي بقينا كنتواصلوا عبر الواتساب. صافي تعرفنا اكثر. من بعد قال لي بانه بغى الزواج، قال لي رانا معجب بك وهذا وباغي زعما نتزوج بك وهذا. قلت له واش انت متاكد؟ وراه شويه القضيه زعما صعيبه حيت انت بعيد في دوله بعيده عليا، واصلا خاصك تدخل الاسلام بحكم اننا مجتمع اسلامي وخاصك تسلم عاد باش يمكن لك تزوج بيا وهذا. قال لي انا مستعد ندير اي حاجه غير المهم نتزوج بك ونكون معك. من بعد طلبت منه باش اننا نهضروا ابل فيديو، حيت قلت ربما يكون فوكونت ولا شي حاجه، يكون كيتفلى ولا هذا. فعلا هضرنا انا وياه ابل فيديو، تاكدت من انه هو. صافي بقينا تنهضروا. قال لي خاصك تقوليها للوالدين ديالك باش الشهر الجاي ان شاء الله غناخذ واحد 2 سيمانات كونجي، ومن بعد غادي نجي للبلد ديالك اللي هو المغرب، وغادي نطلبك من والديك. المهم صافي هي هذيك. انا قلت صافي لماما، ما بغيتش نقولها لمالين الدار كاملين. صافي بقيت هكاك، بقينا كنهضروا. من بعد قال لي انا بغيت نصيفط لك كادو. قلت له انا ما كاينلاش زعما، صافي انت اصلا غتجي للمغرب تجي، ولا كنتي زعما باغي تجيب لي كادو تجي وجيبوا لي معك زعما بلا ما تعذب راسك. بقى انسيستي، قال لي لا انا خاصني نجيب لك كادو، غير قولي لي السميه ديالك والعنوان والمدينه باش نصيفط لك الكادو. صافي المهم فاش بقى انسيستي بحال هكاك، صيفط له النيميرو التليفون اللي خدامه به حاليا والعنوان والاسم ديالي الكامل. صافي هي هذيك. من بعد دازت واحد اليومين، هضر معايا، صور لي داكشي اللي شرا لي. قال لي هادشي راه شريتو لك. المهم صور لي ايفون اكس، واحد الصاك وواحد السلسله واونسومبل بلي بوكل ديالها، كيقول لي بانها ذهب. المهم صورهم لي، صور لي الكوليه مقاده وداكشي. قال لي صافي راني صيفطهم لك اليوم وراني درت لك معاهم حتى شي واحد المبلغ مالي في وسط ديك الكولي. قلت له انا زعما ما كاينلاش، صافي زعما درتي معايا لو جيست، خديتي لي كادو هذا، زعما ما كاينلاش انك تحط لي مبلغ مالي. قال لي لا ماشي مشكل، واصلا ما بيناتناش، وانت غتكوني مراتي وهذه زعما ماشي مشكل. قلت له صافي واخا ماشي مشكل. صافي المهم جلست واحد 3 جوغ، واحد 3 ايام، صونات عليا واحد السيده. قالت لي الو السلام عليكم. قلت لها السلام. قالت لي واش السيده امينه؟ قلت لها قالت لي راه وصلتك واحد الكولي بسميت هاري، حيت هو كان داخل في الفيسبوك بسميت هاري جيستن. قلت لها الجنسيه ديالو مغربيه. هو تيقول بانه من كندا، ما عرفتش انا بالضبط، ولكن من بعد عاد غنكتشف انه ماشي من كندا. المهم من بعد قالت لي راه وصلتك واحد الكولي فوالا. قالت لي راه دابا انا كنصوني عليك من مطار ابن بطوطه ديال طنجه، من الديوانه، كتدعي بانها كتخدم في الديوانه. انا ديك الساعه كنت كونجي، كنت في دارنا، ما كنتش في مدينه طنجه. قلت لها صافي واخا خلي عندك، كنت في خنيفره. قلت لها صافي خلي عندكم الكولي حتى نجي انا لطنجه. كتبقات ليا شي 4 ايام بحال هكاك باش ناخذ من عندكم الكولي. قالت لي هي لا، قالت لي ما يمكنش، قالت لي هذا النوع ديال الكولي 24 ساعه وكترجع، يعني خصك ضروري تجي تديها، وخاصك تخلصي عليها ضريبه ديال 6000 درهم كضريبه جمركيه. قلت لها انا بزاف، يعني 6000 درهم انا جايني غير كادو من على برا ونخلص عليه هذا الثمن هذا، جاتني بزاف. قلت لها واش ممكن تقولي لي لا فالور ديال داكشي اللي كاين في هذاك الكولي باش نقدر نعرف راسي انا علاش غادي نخلص هاد 6000 درهم. قالت لي هاد النوع ديال الكولي كيكونوا جايين عن طريق الدبلوماسيه، يعني ما كنقلبوهمش حنا في المطارات، كيكونوا تحت المسؤوليه ديال الدوله اللي كتكون متحمله المسؤوليه ديال داكشي اللي كاين تما، داكشي باش حنا ما كنقلبوهمش. صافي قلت لها واخا دابا كي غندير وريني لا بروسيدور باش انني زعما نصيفط لكم هاد الفلوس وباش انكم تحولوا لي داك الكولي للعنوان اللي انا دابا فيه حاليا. قالت لي صافي غادي نصيفط لك لو نون ديال الدبلومات، حيت هو اللي غيصيفط لك هاد الكولي، غيجيبها لك حتى العنوان ديالك، غنعطيك لو نون ديالو وغادي نعطيك
داك النيميرو ديال الباسبور ديالو، ما عرفتش واش حقيقه داك النيميرو ولا حتى هو ماشي حقيقه. المهم صيفطت لي ميساج، صيفطت لي السميه ديالو، السميه ديال الباسبور. صافي من بعد انا يعني تيقت من حسن نيتي انني تيقت، مشيت فرست لها يعني في واحد الوكاله، مهم لا داعي لذكر الاسم، فرست لها دوك الفلوس 6000 درهم. صافي من بعد جلست واحد الساعتين ديال المكانه، صونات عليا قالت لي الو السلام، قلت لها السلام، قالت لي صافي لاله راه حنا قمنا بالاجراءات، ولكن راه فاش جات الكولي تخرج من المطار دوزناها من السكانير ولقينا فيها واحد لاصوم ديال الفلوس يعني اللي فايته القانون انها تدخل البلاد، ولقينا فيها شي مجوهرات. قالت لي دابا خاصك تخلصي عليها 15000 درهم و500. قلت لها كيفاش 15000 درهم و500؟ انت دابا كتقولي لي في الاول ما كتقلبش، ودابا قلتي لي عاوتاني كتقلب، ما فهمت والو. قالت لي لا حنا ما تنقلبوهاش في المطار، ولكن زعما ما تنفتحوش الكولي، ولكن ان فوا تخرج من المطار ضروري كدوز في جهاز السكانير باش كنشوفوا زعما القيمه اللي فيها. صافي تما انا شكيت في الامر وتاكدت بان هذه غير عمليه نصب. صافي قلت لها واخا من بعد غنصوني عليك بضمان ندبر في الفلوس، يعني بينت لها بان ما ديت ما جبت. صافي المهم قطعت معها المكالمه. من بعد دخلت الانترنت، قلبت على لي نيميرو ديال المطار، صونيت على المطار ديال طنجة، جاوبني السيد في ستوندار. قلت له عافاك اخويا بغيت نتاكد من واحد المعلومه، راه كتصوني عليا واحد السيده كتقول لي بانها من الجمارك وبان وصلتني واحد الكولي بسميت هاري، وبغيت نتاكد من هذه المعلومه. قال لي اختي هادشي ما كاينش، قال لي اصلا كون كانت غتوصلك كولي بعدا الجمارك ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع، يعني ماشي هما اللي غيصونيو عليك، غتصوني عليك الشركه الخاصه بالسلع اللي كيدخلوا للمغرب. قال لي وثاني حاجه زعما ما كاينش القضيه ديال تفرسي لهم الفلوس، حيت انا حكيت له زعما الموضوع كامل. قال لي ما كايناش هاد القضيه ديال انك تفرسي لهم 6000 درهم ولا شي حاجه، يعني كتجي يعني سيبوزون كاع وصلتك كولي ولا شي حاجه كتجي بيدك للمطار وكتشوفي هذيك الكولي بعينيك، ما يمكنش كتخلصي شي حاجه وانت ما شفتيهاش، وعاد من بعد كيقوموا معك بالاجراءات. قال لي اما باش تصوني عليك الديوانه ما عندها حتى شي علاقه في الموضوع. المهم الله يجازيه بخير، زعما شرح لي لا بروسيدور كامله كيفاش، لي انا ما كنتش عارفاها من قبل، داكشي باش طحت في هذا الفخ هذا. صافي من بعد مشيت انا هضرت مع السيد، هضرت معاه اللي كيهضر معايا في فيسبوك، قلت له راه ولات عاودت صونات عليا السيده من بعد ما خلصت هذاك المبلغ، وقالت لي خاصني نخلص عاوتاني المبلغ ديال 15000 درهم. بقى كيأسست عليا، قال لي خاصك تخلصي هنا باش تتاكد بانه هو كذلك متفق مع ديك السيده. قال لي غير خلصي، انا اصلا صرفت لك الفلوس في هذيك الكولي، يعني ان فوا غتحلي الكولي راه غتلقاي فيها الفلوس، واخا تعرفي تسلفي داك المبلغ من لابونك ولا من شي صاحبتك ولا من اي واحد، المهم ضروري خصك تخلصي هذاك المبلغ. انا قلت له شنو سميت الشركه ديال الطيران اللي صيفطتي لي فيها هذاك الكولي؟ بقى كيتهرب، قال لي ماشي انا اللي صيفط لك الكولي، وكيل الاعمال ديالي هو اللي صيفط لك هذاك الكولي. قلت له واخا عطيني غير شي دليل باش انك صيفطتي هذاك الكولي، شي توصيل الارسال ولا اي حاجه كتاكد بانك فعلا صيفطتي هذاك الكولي. بقى كيتهرب، قال لي هادشي ماشي سوقك انت فيه، المهم غير خلصي المبلغ وغيوصلوه لك حتى العنوان. صافي هي هذيك بديت كنسجل المكالمات بيني وبين ديك السيده، من بعد ما صافي تاكدت بان هذه غير مؤامره، بقيت كنسجل المكالمات بيني وبينها، وليت صونيت عليها كنأكد عليها كنقول لها شنو شحال المبلغ اللي خاصني نصيفط لك. المهم بقات كتعاود لي ديك الهضره كامله. المهم انا كنت سجلتها في لي زابيل باش انني نلقى عليها على الاقل واحد الدليل وحجه. نعم صافي هي هذيك. من بعد صيفط ليها ميساج قلت لها يا غترجعي لي فلوسي يا البوليس. ناضت هي طفات هذيك النمره، طفات النمره صافي ما بقاتش كتخدم ديك النمره. عاودت هضرت معاه هو، قلت له انا صافي راني عرفت هادشي اللي درتو كامل، وراه واخا كاع سيبوزون كاع ما تكونش في المغرب، انا راه غنشر تصاورك في جميع المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكاع لي جروب اللي كاينين في الفيسبوك وداكشي، يعني غادي زعما واخا كاع ما كنتيش اصلا في المغرب. قال لي صافي ديري اللي بغيتي، يعني السيد واثق من راسو. قال لي اصلا واخا تنشري تصاوري في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ما كاينش اللي غيعرفني، السيد واثق من نفسه. فعلا انا بقيت كنشر تصاورو في الجروبات ديال الفيسبوك وداكشي، ولقيت ناس اخرين تعرضوا لنفس العمليه، يعني بزاف د الناس تضررات، وماشي فوالا بزاف ديال الفتيات، ماشي انا اول وحده ولا ثاني وحده. طلبت من صاحبتي قلت لها دخلي عليه في الفيسبوك. فعلا داكشي اللي دارت، دخلت عليه في الفيسبوك، بداو كيهضر هو وياها، قام بنفس السيناريو اللي دار معايا انا قام به معاها، يعني بدا كيهضر معاها حتى هي، قالت انا راه بغيت نتزوج بك وغنصيفط لك كادو، يعني نفس السوجي هضر معاها فيها اللي كنهضر معايا فيه انا. يعني اكتشفت بانني ماشي انا الضحيه الوحيده، وبزاف ديال الناس تعرضوا لهذا الشيء هذا. صافي مشيت عند البوليس، درت ديكلاراسيون، قالوا لي هادشي خطير، قالوا لي هادشي خصك تكتبي شكايه للوكيل، السيد الوكيل. فعلا قمت بالشكايه السيد الوكيل جلاله الملك، ودابا انا في الانتظار. وداكشي باش اختاريت المنظر ديال شوف تيفي
باش نفضحوا هذا النصاب هذا، لانه خاصو يتفضح، ولانه بزاف ديال البنات يقدروا يكونوا ما عارفينش حتى هما يطيحوا في نفس الفخ، فوالا يطيحوا في نفس الفخ ويكونوا ما عارفينش لا بروسيدور كيفاش. حيت انا ما عمر جاتني شي كولي من على برا باش نعرف زعما المراحل اللي كدوز منها داكشي باش طحت في هذا الفخ هذا، وما بغيتش شي بنت اخرى انها تطيح في هذا الفخ هذا. ومن هذا المنبر كناشد الشرطه القضائيه اللي حنا كمواطنين ما كنشكوش في المجهودات ديالها الجباره في الحفاظ على الامن والاستقرار ديال البلاد. فوالا الخوت انتم سمعتوا القصه كيفاش دايره. كنتمنى من البنات ما يتهوروش، كنتمنى من البنات ما يبقاوش اي واحد لقاوه في لي ريزو سوسيو كيطلب الزواج ولا كيقول راني في برا ولا هذا ولا راني في الخليج ولا ما يتيقوش. راه هادشي ديال النصب راه ولا كثير الخوت والخواتات، راه ولا كثير. وكنتمنى من بنات بلادي راه ما كاين ما احسن من ولد بلادكم، فهمتوني؟ راه ولد بلادك كيما كان كيبقى ولد بلادك، ولا عندك مشكل كتقدري تفكيه معاه. وملي كتزوجي اختي بالبراني اولا كتقلبي على البراني راه ولا بدا ما غاديش ما غتخلصيها غاليه كيما كيقولوا خوتنا الجزائريين، غتخلصيها غاليه، فهمتوني يا الخوت؟ ولهذا بنادم خصو يدير اتونسيون، بنادم هو اللي خصو يرد البال، بنادم هو اللي خصو يدير اتونسيون. ما كاين الجواج ديال لي ريزو سوسيو ماشي جواج، اما غتيكون فيه النصب، اما تيكون ديال المصلحه، اما تيكون ما عمرو ما غيكون الجواج ديال لي ريزو سوسيو، غادي يكون زواج فري. قليل قليل فين كيصدق، فهمتوني يا الخوت والخواتات؟ ولهذا كنتمنى من بنات بلادي يردوا البال، يردوا البال. ايوا هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. هذه القصه هذه غادي نحطها هذا الصباح هذا ان شاء الله. ايوا كنتمنى تعجبكم هذه القصه هذه، وكنتمنى منكم التفاعل. وكما كنقول دائما الخوت اللي كندخل عندهم وما كيردوا لياش المشاهده، راه غادي نبقى نقزم فيكم واحد بواحد، غادي ندير الميناج من السطح حتى لتحت. كاع اللي ما كيبغيش يتفاعل راه ولا بدا غادي نشطب عليه. وكاينه قضيه ثانيه، الناس ديال اللي عندهم 10 كا 9 كا 8 كا اللي ما كيبغيوش يدخلوا عندنا بصفه نهائيه، وانا بدات نتوما راه جاي الدور ديالكم. وهادو خصكم ديزابوناو من عندهم، اللي عندهم من فوق، اللي عنده 10 كا 8 كا 9 كا ما كيبغيش يرد المشاهده، الي اوب شطبوا عليه، خرجوا من عنده. انا عندي راه كاينين عندي الشينوا، كاينين عندي الجابون، كاين عندي الناس برانيين فايتين 10 كا، كاين اللي عنده 90 كا، كاين اللي عنده 50 كا، كاين والله الا تيدخلوا تيردوا المشاهده ديال العرب ديالنا والو. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. انا وصلت للخدمه ديالي، احنا غادي نحلو عاوتاني هاد الباريار هادي باش ندخلو ناكلو طريف ديال الخبز. فوالا احنا وصلنا لمقر العمل، والى هنا ينتهي هذا الفيديو، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم إن شاء الله. رول ما عنده باجاج.